السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شهوات أم منار وسيرين. سأقدم لكم طريقة تحضير جراتان بطاطا في الفرن، وهي جد شهية وسهلة التحضير. ونمر مباشرة إلى المقادير اللازمة. نحتاج إلى 5 حبات بطاطا مقلية مسبقا، وجبن مبشور أي نوعية تفضلون، وزيتون أخضر مقطع إلى شرائح مغلى في الماء للتخلص من الملح الذي فيه، وقطعة جبن أبيض. ونحتاج أيضا إلى اللحم المفروم الذي قمت بتتبيله على النحو التالي. وضعت المقلاة على النار، ووضعت قطعة زبدة صغيرة، وأضفت ملعقة كبيرة بصل وفصين ثوم ودبشة أو كزبرة ورشة من الملح والفلفل الأسود وحبة طماطم صغيرة مرحية، وأضفت اللحم المفروم وحركته جيدا حتى امتص جميع المواد وأصبح بالشكل التالي. وصلصة البشاميل التي نقوم بإعدادها كالتالي: نحتاج إلى ربع لتر من الحليب، 40 غرام من الزبدة، 40 غرام من الفرينة أو الطحين، وكمية الزبدة تكون متساوية مع كمية الطحين. إذا وضعت كسرولة على الموقد ووضعت فيها قطعة الزبدة، وعندما تذوب أضيف الطحين وأحرك جيدا، وعندما يتغير لونها أضيف الحليب بالتدريج. ويمكن إضافة قطعة جبن أبيض، وهذا يبقى اختياري، مع مواصلة الخلط وإضافة الحليب بالتدريج، وأترك الخليط حتى يتخثر. وعند وصوله درجة الغليان أنزعه من على الموقد وأتركه ليبرد. ويمكن أن نضع قطعة زبدة صغيرة كي لا تتشكل لدينا القشرة الخارجية. أحضرت مول ووضعت فيه طبقة من البطاطا، والآن وضعت طبقة من اللحم المفروم، ثم أضيف طبقة من الزيتون الأخضر المقطع المغلى مسبقا، ثم أضيف طبقة من البطاطا، وبعدها أغمرها بصلصة البشاميل، وأخيرا أضع الجبن المبشور وأدخلها إلى الفرن على درجة 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى تتشرب البطاطا كل صلصة البشاميل ويتحمر الوجه كما تشاهدون. هذه طريقة سهلة وبمكونات بسيطة. كما ترون طريقة إعداد هذه البطاطا جد سهلة وبمكونات بسيطة وفي متناول الجميع، ولا تستغرق وقتا طويلا في إعدادها. إذا أعجبكم الفيديو ما عليكم إلا الضغط على زر أعجبني والاشتراك في القناة للوصول بكل ما هو جديد، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.